بسم الله الرحمن الرحيم. السلام متابعينا الكرام، اهلا بحضراتكم ولقاء جديد في برنامجنا الخيل هورسز. في لقائنا النهارده لقاء خاص بصحه الخيول مع احد الدكاتره البيطريين المتخصصين في المجال ده، دكتور محمد كمال دربالة، وتفاصيل اللقاء. اهلا بحضرتك دكتور محمد. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. طبعا حضرتك معروف في مجال الخيول، بفضلك توضح لنا تخصصك ايه اكتر، ايه المواقع اللي حضرتك بتشغلها في اكتر من مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور محمد كمال دربالة، استاذ مساعد بمعهد بحوث التناسليات الحيوانيه، وحده الاشعه التشخيصيه والمناظير، ومستشار اداره الخدمات البيطريه بالقوات المسلحه، ولدي مستشفى خاص متخصص في طب وتناسل الخيول. تخصصي الاساسي هو تناسل الخيول من الاجنه، حفظ الاصول الوراثيه زي تجميد السائل المنوي، علاج المشاكل التناسليه للافراس وللافحل، التلقيح الصناعي بانواعه، والجراحات المتخصصه او المتعلقه بالتناسل، وبعض جراحات البطن. اشهر جراحات البطن اللي حضرتك بتشتغلها ايه؟ عمليات المغص في الخيل، ده اصعب حاجه. اصعب الله، والقيصريه، والتواء الرحم، وازاله او استئصال اورام المبايض. اغلب شغلنا بيكون في شغل التناسل في الخيول العربيه. اما الخيول الفروسيه فهم في الغالب بيبقى اغلبهم ذكور وبتيجي مخصيه من بره، والاناث بيبقوا متوقفه عن البريدنج. بالنسبه للتناسليات، حضرتك تحب توجه عنايه المربي او اي حد عنده خيل مهتم بالخيل وعنده حصان او كده لايه؟ هي الفتره الحرجه في البريدنج عند المربيين هي فتره الحمل والولاده. لازم يكون في اهتمام من المربي كويس قوي، ويكون فاهم هو هيعمل ايه للاناث عنده الفراسات كبرنامج تحصين كويس عشان يتفادى مشاكل الاجهاض. يبدا من امتى التحصين؟ التحصينات الاهم عندي بتبقى في الشهر الخامس والسابع والتاسع. دي تطعيمات او تحصينات خاصه بمشاكل الاجهاض. كذلك اعداد الام او الفرس للولاده. قبل الولاده بشهر ممنوع انتقال الفرس، لان الاجسام المناعيه اللي بتتكون في دم الام اللي تنتقل للمولود بتبقى عباره عن مسببات موجوده في البيئه المحيطه وبتتكون في اخر شهر. فيفضل يكون نفس البيئه اللي هي موجوده فيها اللي هتحصل فيها عمليه الولاده. لا يعني لو انا الفرس بتاعتي هتولد في مكان، هنقلها مستشفى او مكان متخصص في التوليد، هنقلها على الاقل قبلها بشهر. لان في بعض الفرسات مثلا بيبقى الرضاعه بتاعتها مش كويسه، ممكن ما ينزلهاش لبن خالص. فما ينزلش لبن خالص مش هترضع، يبقى انا عندي السرسوب مهم جدا ان ياخده المولود. اذا ما خدوش هيقلل الاجسام المناعيه تماما ويعرضه للوفاه خلال اول اسبوع. ده نتيجه تغيير المكان ممكن او ان الام ما بترضعش. في بعض الفرسات بيحصل لها مشاكل يا اما وراثيه وهي ما ترضعش، او مشاكل نتيجه خلل هرموني او فسيولوجي بيحصل ليها. بس لازم نكون مجهزين نفسنا ان احنا اول حاجه ندي السرسوب للمولود خلال اول 6 ساعات عشان نقدر نحافظ على الحاله المناعيه بتاعته. في نفس الوقت نقدر ندبر ام بديله او بدائل الالبان لرضاعه المولود علشان نقدر نحافظ عليه. ده لو يعني لا قدر الله ما قدرتش ترضع يبقى انا جاهز بالبديل. ما قدرتش، ممكن ما تقدرش ترضع ما ينزلهاش لبن، او يكون بينزل لها لبن وهي تمتنع عن الرضاعه. صحيح. فكل حاله منهم ليها تعامل. احنا ممكن مثلا في بعض الاحيان بنشوف ام بديله احنا بنجهزها وهي بترضع، يعني حتى ممكن فرس تكون ما ولدتش قبل كده، ونشتغل معاها بطريقه معينه بعلاج هرموني معين. خلال 7 ايام يبتدي ينزل لها لبن وارضع منه حتى لو هي ما ولدتش قبل كده اساسا. صحيح. اثناء عمليه الولاده ممكن تحصل بعض المشاكل تؤدي الى وفاه المولود. احنا عندنا في الخيل عمليه الولاده زي اي حيوان ليها 3 مراحل. المراحل دي بتكون حرجه جدا، لان عندي مرحله منهم يعني اذا المولود عدى عليه نص ساعه بدون ما يحصل ولاده هيموت، لان نوع المشيمه في الخيل مختلف عن بقيه الحيوانات. المشيمه سهل جدا انها تسيب من جدار الرحم، وبالتالي يمتنع وصول الدم والاكسجين للجنين ويموت. ما بتحصلش بنسبه عاليه بس وارد انها تحصل، ان المشيمه يعني تسيب من جدار الرحم او تترك جدار الرحم، وبدل ما تحصل عمليه الولاده من الجزء الموجود في المشيمه بيحصل من الجزء الجانبي. فلاقي كيس المولود خرج بلون احمر عامل زي يعني قطيفه كده لونها احمر،
ده لازم دم طبعا. يبقى الشوك شبه الدم. ده لازم السايس او صاحب الفرس او واتيفر الموجود بيتابع الحاله اثناء الولاده لازم بسرعه يفتح ده، يا اما بمشرط او بسكينه، الحق انزل الجنين عشان يلحق يتنفس وما يتخنقش نتيجه ان الدم ما بيروحش والاكسجين راح للمولود. كمان بعد الولاده لازم الفرس دايما بتولد وهي في حاله رقود على الارض، نادر جدا لما تحصل وهي واقفه، عشان ربنا سبحانه وتعالى عود الفرس انها تعمل كده علشان تفضل راقده لمده 5 دقائق، لان الدم بينتقل من الام حوالي تلتين الدم، يعني المولود بيبقى فيه تلت الدم بتاعه اللي لازم للحياه. تلتين الدم بينتقل من الام للمولود بعد الولاده لمده 5 دقائق من خلال الحبل السري اللي هو ستيل انتاكت، اللي هو مازال سليم. لذلك ما ينفعش ان هو يتسرع بسرعه اول ما تحصل الولاده يروح قاطع الحبل السري، لا، كده الجنين هينزل ناقص ما يقرب من نص الدم بتاعه، وبالتالي هيبقى مصاب بالانيميا الشديده والمناعه تكون ضعيفه وممكن تؤدي الى الوفاه. كمان بالذات الفراشات اللي بتولد لاول مره دي حاجه بالنسبه لها غريبه، هي مهره بقت حامل بعد شويه لقيت جنبها مولود استغربت، فممكن ترفض انها ترضعه. بتحصل مع حيوانات كتيره. بتحصل مع حيوانات كتير طبعا، خاصه البقره لان هي اول مره تولد. فاحنا بنعمل ايه؟ المفروض ان انا اول ما يحصل نزول المشيمه ما اشيلش المشيمه على طول واخدها واتخلص منها، اسيبها شويه مع الام والمولود، هي تبتدي تشم المشيمه اللي هي نازله منها وتشم المولود، هتتعرف عليه، لان الحيوانات عندهم لغه التعامل الشم اكتر. ايوه. فهي لما تشم المولود وتشم المشيمه اللي نازله منها تعرف ان ده جزء منها، ده مولود، تبتدي تتطور عاطفه الامومه وما يحصلش الغريزه اللي ربنا وضعها، فما ترفضش رضاعه المولود. هي تبص تلاقي مولود جنبها عايز يرضع منها، هي مش هترضى تقف له يعني، فانت محتاج تعمل ادابتيشن، يعني ان هي تحس ان ده مولود وده ابنها ودي هترضعه. يعودها ان هي تحس ان هي ممكن ترضع، يعني يعمل زي ملامسه لحلمات الضرع علشان تحس ان تقف تبقى هاديه وتطمن، مش يجي المولود يلمس الضرع عشان يرضع تضربه، لا، هي بتتعود، يعني بنحاول نعمل زي تمهيد للموضوع، تمهيد للعمليه دي. زائد ان احنا ساعات بندي بعض الادويه قبل الولاده بحوالي اسبوعين عشان نهيئ الضرع ان هو يجيب لبن كويس، اذا كان العلامات الاوليه تدل ان الام دي ممكن ما ترضعش، او فيه تاريخ للام دي او في العيله دي، لان الخيل العربي عائلات والصفات الوراثيه بتاعتها صفات قويه شويه ومتوارثه، ان تكون الام اللي قبلها ما كانتش بترضع، او تكون هي في الولاده السابقه ما رضعتش كويس، فلازم نجهز ونعد لمرحله الولاده والرضاعه. بالنسبه للمهر بقى، المهر اول ما بيتولد بنسميها 1 2 3 ثيوري، نظريه 1 2 3. المولود اول ما بيتولد خلال ساعه خلال ساعه لازم يقف على حيله ويبتدي يرضع خلال الساعه الثانيه، وخلال الساعه الثالثه لازم ينزل منه حاجه اسمها الميكونيوم اللي هو اول اخراج بيخرجه المولود بعد الولاده، وفي نفس التوقيت لازم تكون المشيمه بتاعت الام نزلت، لان الام بعد 2 إلى 3 ساعات من الولاده لو المشيمه ما نزلتش بنعتبرها مشيمه محتبسه وخطر على حياه الفرس، تسمم بقى وقصص تؤدي الى مشاكل كبيره جدا طبعا. لما احافظ بقى على الحاله التناسليه للفرس بعد الولاده، ان ما يحصلش احتباس مشيمه، يحصل رجوع للرحم لطبيعته في وقت قصير جدا، هتبتدي الحاله التناسليه للفرس في الولاده الجايه تكون سليم، تبقى صحيه يعني. ما يحصلش بقى ان هو مثلا الفرس تتلقح وما تمسكش او ما تحملش، تحصل مشاكل تناسليه، التهاب رحمي والكلام ده كله. المولود بعد ما بيتولد لازم الاهتمام بالسره، سره المولود بعد ما يقطع الحبل السري، ده جزء سهل جدا تدخل منه العدوى تؤدي الى التهاب وتسمم في الدم زي كل البني ادمين بالظبط، والتهاب في المفاصل وقد يؤدي الى الوفاه. فلازم يتم تطهير السره مرتين في اليوم الى لمده 3 ايام باستخدام صبغه اليود او الكحول، وياخد مضاد للتيتانوس او مصل التيتانوس للمولود وللام، ويتم متابعته هل هو بيرضع كويس ولا لا، هل هو ضعيف ولا لا. يعني لو طلع مثلا مرضعش كل قد ايه يبقى انا كده في خطر الموت؟ كل ساعتين، خاصه في المراحل الاولى اول 3 ايام. وبنقيم بقى هل هو فعلا الام اللبن كافي ولا مش كافي ليه، اللبن فيه تغيرات ولا لا،
محتاج ان انا ادي سرسوب خارجي ولا لا. بس طبعا ده بيكون في اول 24 ساعه. السرسوب اول حاجه. لان انا ممكن احتاج ان انا ادي سرسوب خارجي عشان يرفع الاجسام المناعيه، لانه ده مهم جدا. بعض المربين بيبقوا خلاص من كتر ما هم يعني عارفين خيلهم وشغالوا معاهم، بيكون خلاص يبقى عارف الاتيتيود او طبع حصانه او كده، بس في حاجات يمكن تكون فايته عليه حتى مهما كان عنده خبره. ايه المؤشرات اللي حضرتك شايفها في الحالات اللي ذكرتها كبطنه دي كده لو حصلت انت ما تستناش، انت على طول يعني ما تعتمدش على خبرتك، على طول تكلم البيطري او الطبيب الذكري؟ والله يعني امسكهم حاله حاله كده. حاله. لو انا عندي مثلا فرس وحامل وجينا في الشهر السابع الثامن ابتدت تنزل لبن مثلا، بدات او علامات الضرع تبتدي ينزل كانها هتولد، لازم استدعاء الطبيب فورا، علشان في حالات كتيره جدا تؤدي الى هذه الاعراض، منها التهاب المشيم، وده يحتاج تدخل علاجي قوي ومتابعه من خلال الطبيب البيطري برضه، علشان يقدر من خلال الفحص بتاعه يقدر يعرف الاستجابه للعلاج دي كويسه ولا لا، الام دي هتقدر تكمل لمرحله الولاده ولا لا، ويبتدي المتابعه بتاعتها الى ان تشفى الفرس. دي من ضمن الحاجات. برضه لو عندي حالات نقص متقطع بتحصل بعد الشهر السادس لحد الشهر التاسع او العاشر، متقطع ما هوش قوي، يعني في بعض الاحيان نلاقي فرس اللي هي بقى خلاص بتخبط في البوكس ومش مش عارف تخبط، لا ممكن تحفر برجليها شويه، طيب. ترفع دماغها لفوق كده كانها بتشم حاجه كده من فوق، او تبص على جنبها، او تقعد بنصها اللي ورا كانها هتقعد تعمل تبول وما يحصلش، وتختفي الاعراض دي ثم تعود مره اخرى. في الغالب دي بتصاحب حالات التواء الرحم. الاعراض اللي حضرتك بتقولها دي هو ممكن ما يشوفهاش اصلا، ولا هي بتستمر بنسميها علامات مغص متقطعه لا تستجيب للادويه، وتعتمد على شده الالتواء ده، هل هو التواء خفيف او قوي. يعني دلوقتي بدا الكوليك او المغص يستمر معاها قد ايه؟ اذا اكتر من 3 ساعات لابد ان هو يتصل بالطبيب مباشره، ممكن يقعد يومين 3 كمان. يعني حالات المغص بتاعت الخاصه بالالتواء الرحم. اما المغص اللي خاص بالجهاز الهضمي بتختلف درجاته، ولكن بيكون اقوى شويه، بيكون اقوى في الاعراض بتاعته شويه، تلاقي فيه عرق، ضربات القلب بتعلى جدا، انما في التواء الرحم ضربات القلب ما بتعلاش، سرعه ضربات القلب بتبقى اقل. بالفحص طبعا بنلاقي التواء الرحم واضح، تشخيصه بيتم من خلال فحص الموجات فوق الصوتيه والفحص عن طريق الفحص المستقيمي. ساعتها لو تاكد ان في التواء رحم لازم يتم اجراء العمليه فورا، علشان ما يحصلش موت للجنين نتيجه الالتواء الرحمي، وان الدم ما بيوصلش كويس للجنين، وقد يؤدي الى وفاه الجنين ثم وفاه الام. الخيل اغلب الولادات فيها بتتم ليلا، بس هو وضعت نظريات كتيره جدا لعمليه الولاده عشان يقولوا مين اللي بيبدا او يحدد الولاده، هل المولود جنين ولا الام اللي بتحدد؟ يعني هو جاهز فاوريدي ادى الاشارات، ولا هي اللي ولا خلاص هي خلاص انا فطبعا وصلوا في النهايه لان الام ان الجنين يحدد اليوم والام تحدد الساعه. ووصلوا لها ازاي دي بقى؟ طبعا بتجارب كتيره جدا وقياس بعض المواد والهرمونات. فولادات الخيل وجدوا انها بتبقى من 9 ل 11 مساء ومن 2 ل 6 صباحا. ده ستاندرز بنسبه 98%. نادر قوي ما تحصل ولادات بالنهار، نادر قوي ما تحصل الفرصه وتكون واقفه اثناء الولاده، في الغالب بتكون. طب واكتشفوا سبب بقى معين لكده، ولا هو سبحان الله هو ده الاناليسيس؟ يعني حاطين ثيوريز كتير، نظريات كتيره جدا متعلقه، يعني مثلا هل الام دي اول ولاده ليها ولا تاني وتالت ولاده؟ هل ده في الشتاء ولا في الصيف؟ هل المولود ده ذكر ولا انثى؟ لان في مده الحمل في الخيل مختلفه برضه، يعني من 330 يوم لحد 360 يوم، وممكن قبل من كده. طب ايه اللي يغير مده الحمل؟ فيعني ليها عوامل كتيره جدا برضه، يعني دايما الذكور بتتولد متاخر عن الاناث شويه، حوالي 10 ايام.